خبر سار لجماهير برشلونة بشأن عودة ميسي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل تتمنى عودة ميسي إلى برشلونة؟ شاركونا بالتعليقات. كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد عن كواليس جديدة من مفاوضات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة باريس سان جيرمان. وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد. ووفقا لصحيفة لو باريسيان الفرنسية، اتفق ميسي مع مسؤولي باريس سان جيرمان على تمديد العقد الحالي لموسم آخر عقب عودة الباروث من كأس العالم 2022. وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه في اللحظة الأخيرة غير ميسي رأيه وطلب الحصول على راتب خيالي يبلغ 37 مليون يورو. ووضعت أن هذا الطلب فاجأ الملاك القطريين الذين رفضوها، ومنذ ذلك الوقت لم يتفق الطرفان مرة أخرى بشأن التمديد. يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن راتب ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان يتراوح من 23 إلى 25 مليون يورو. ويتصاعد تفاؤل لدى إدارة نادي برشلونة بشأن عودة الأيقونة التاريخية ليونيل ميسي للفريق من جديد بنهاية الموسم. وبحسب تقرير نشره موقع سبورتس كيدا، فإن حالة التفاؤل تتصاعد في قلعة الكتالان بشأن الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني بشأن التعاقد مع ميسي. وتؤمن الإدارة الكتالونية بأن الرابطة ستمنحهم مجالا للحركة بقبول خطة الجدوى الخاصة بهم. ونقل تقرير تأكيد صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية على الثقة المتنامية لدى برشلونة بشأن قدرتهم على إقناع رابطة الليغا. وستحاول الإدارة الكتالونية التأكد من قدرتها على الإنفاق في السوق الصيفية دون الاضطرار لبيع الأصول الثمينة للنادي. وكان رافائيل يوستي نائب رئيس نادي برشلونة قد كشف عن عمل النادي خلف الكواليس في ملف استعادة ميسي، وذلك بمحاولة تقديم خطتهم لرابطة الليغا بشأن جهودهم للحصول على المال. وقال يوستي: شهران متبقيان ويمكننا العمل مع تيباس وأن نقدم له خطة جدوى والتدفقات المالية وخطة الدخل. ولعب ميسي في برشلونة بين 2005 و2021، ولعب في هذه الفترة 778 مباراة وسجل فيهم 672 هدفا وصنع 303 أهداف لزملائه. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الإجابة على سؤال النشرة والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.